السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف حالكم البنات؟ نتمنى تكونوا بأحسن حال، وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم أجمل مع وفاء. إذا كانت هذه أول مرة كتزوري قناتي نتمنى تضغطي على زر الاشتراك وخلي لنا فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، ودائما باب التعليقات مفتوح ليك. اللي فيكم عنده شي سؤال استفسار جري وبغات تشارك معنا ولا معلومات إضافية تقدر تخليها لنا في كومنتير. نبداو الفيديو ديالنا اليوم. كيف ما كتشوفوا من العنوان والصورة أنا اختاريت نتكلم لكم على علاقة حبوب منع الحمل وتكيس المبايض. واش فعلا حبوب منع الحمل كتعالج كيس المبيض؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال كنبغي نذكركم ولا نخبركم بان كيس المبايض انواع. هي اصلا سميتها متلازمه كيس المبايض، يعني هي متلازمه، يعني تقريبا كاينه عند اغلب السيدات، ولكن كاين اللي كتستدعي تدخل دوائي، كاين اللي كتستدعي تدخل جراحي، كاين اللي ما كتشكل حتى شي خطوره بحال غير حبيبات في الوجه، كاين اللي خاصك تداويهم، كاين اللي ضروري خاصك تبداي تريطمون، كاين اللي ماشي مشكل غيمشيو بوحدهم بلا حتى شي تدخل بشكل عادي، داكشي على حسب الهرمونات. وبالنسبه للكيس فاش كاع كيكون باين ولا فاش كيبان ملي كدوزي السونار والتلفازه فاش كيقول لك راه صافي راه باين الكيس، كاين فيه حتى هو انواع. كاين كيس مائي كيكون فيه غير القيح، هذا ما كيحتاجش تدخل جراحي. هذا غالبا كيقول لك يا اما السير غيمشي بوحدو الا كان صغير، ولا كان شويه الحجم ديالو 3 سنتيم حتى 4 ولا 5 كيوصل حتى 6 7 سنتيم. في هذه الحاله هذه العلاج هو حبوب منع الحمل. اما بالنسبه للكيس اللي كيكون كيس دموي، هذا شويه كيكون شويه يعني ما غاديش نقولوا خطير، وانما هذا كيحتاج يعني واحد النوع من الجديه اكبر. في هذه الحاله هذه حبوب منع الحمل تقدر ما تعطيكش نتيجه. في هذه الحاله هذه يستحسن يعني تبعي مع الطبيب، وقت ما كان الوضع كيستدعي راه يقدر يكون تدخل جراحي بسيط بزاف. يعني هذا النوع من العمليات كيتجراو بشكل يومي عادي جدا، ما كيشكلوا حتى شي خطر لا بالنسبه للبنت لا بالنسبه للسيدات المتزوجات، عادي جدا. يعني ما نبغيكمش تخلعوا من هذا النوع من المشاكل، حيت كما قلت لكم هي متلازمه. اي سيده يعني يا رب تحفظ، ولكن اي سيده هي راه يعني معرضه في اي وقت وفي اي سن. بالنسبه لهذا الكيس المبيض كما قلت لكم اللي كيكون النوع ديال الكيس المائي اللي كيكون فيه غير القيح، هذا البنات غالبا ما كيكون عنده حتى شي اعراض، ما كتلاحظي حتى شي حاجه، واخا كيوصل 6 7 سنتيم ما كتلاحظي حتى شي حاجه. حتى يعني كتكوني كدوزي بالصدفه ولا شي حاجه بسيطه عاد كيقول لك راه كاين كيس، اما هو ما كيعطيش شي اعراض. الكيس الدموي اللي يقدر يعطيك وجع، يقدر تلاحظي نزيف لا قدر الله جاب الله كتطرطق، ولا كيعطي نزيف شويه شديد، يعني ضروري خاصك تمشي للمستعجلات ولا تمشي للسبيطار. آه الاعراض اللي تقدر تكون، هو اصلا السبب ديال الكيس كيف ما كان النوع ديالو هو خلل في الهرمونات، وهذا الخلل في الهرمونات راه كيبان في حوايج اخرين. يقدر يعطيك حب شباب، يقدر يعطيك واحد الشكل مفاجئ، واحد الشكل اللي هو كبير وفي واحد السن اللي هو ماشي فتره المراهقه. يقدر يبدا يبان لك الشعر في شي بلايص اللي انت ما مولفاهمش، بدا الشعر كيكثر في الرجلين في الموسطاج في الوجه. تقدري تلاحظي الخشونه ديال الصوت، هذه كلها كتعتبر اعراض ديال الخلل في الهرمونات اللي يقدر يكون مصاحب ليها الكيس. ولكن اغلب الحالات كيكون يعني ما عندوش حتى شي علامه. بالنسبه واش كيدير الوجع في وقت الدوره الشهريه، على حسب. كاين اللي كيبان ليها في وقت الدوره الشهريه كتلاحظ فرق، يعني اما كتلاحظي يعني هكا الافرازات الدمويه نقصات ولا كثرت بزاف حتى ولات نزيف، ولا كتلاحظي انها متقطعه ولا المده ديالها طولت بزاف اكثر من العادي، ولا بالعكس جات غير في نهار ونص يومين ومشات. تقدري تلقاي واحد الوجع اللي هو انت مولفاش به، تقدري ما تقدريش تحمليه. هاد التغيرات البنات راه ما كنهملوهاش. الدوره الشهريه كل وحده فينا عارفه كيفاش كتجيها وحافظه السيستم ديالها وكل شيء، وعارفاها من البدايه للنهايه، واخا ما تكونش منظمه راك انت عارفه كيفاش كتكون الوجع ديالها وعارفه كلشي داكشي ديالها. انا جاب الله لاحظتي فرق اللي هو يعني ما خصناش نهملوه. انا كيخصك تمشي دوزي، ومن الاحسن اللي بغات تمشي دوز وهي مازال ما غسلات، مازال ما تنقات، سيري
بالدوره الشهريه ودوزي في ديك الوقت. هذاك هي احسن وقت اللي بغات دوز على عند سواء عند اختصاصي ولا عند الطب العام. المهم اللي بغات دوز على الوالده ديالها احسن وقت هو ملي تكون فيك الدوره الشهريه، سواء في الايام الاولى ولا في الايام الاخيره. راه ديما كيقولوا على الاطباء دوك لا علاش ما جيتينيش وانت فيك الدوره الشهريه غيكون احسن. تما كتبان يعني تما كيبان الصح، تما كيبان يعني نوع المشاكل اللي كتكون عند السيدات. اذا من بعد ما تكلمنا على انواع ديال الكيت وتكلمنا على الاعراض ديالو، غنتكلموا دابا على طريقه الاستعمال. اذا كيف ما قلت لكم انا في حالتنا كان يعني هاد التكيس المبيض ولا هاد الكيس المبيض كيستدعي فقط استعمال مانع الحمل، راه يقدر توصف للسيدات المتزوجات ويقدر توصف حتى للبنات عادي جدا، ما عندك مناش تخافي منه. هما الاضرار ديال حبوب منع الحمل والاضرار ديال وسائل منع الحمل الهرمونيه كلها راه معروفين، وراه غتشوفوا غير الورقه تاع الدواء قداش. فين ما تشوفي الورقه تاع الدواء بحال الجورنال كبيره عرفي راه ما معاش اللعب، خصك تردي معاه البال مزيان. ويعني راه عنده اضرار، ولكن راه حنا ماشي استعملنا بلا شاقه، راه ما استعملناه حتى كان ضروري. يعني هذه نقطه باش نكونوا واضحين. اما انه باش يضر المراه يضر البنت والمراه لا ولا البنات يخرج عليهم ولا ياثر عليهم، هادشي راه ما كاينش نهائيا، ما تخافي منه حتى شي حاجه. بزاف ديال البنات كيستعملوا على حسب حب الشباب الهرموني، بزاف ديال البنات كيستعملوا على حسب خرج الهرمونات، بزاف ديال البنات كيستعملوا على حسب هذا المشكل تاع الكيس الابيض قبل ما يتزوجوا بواحد المده وعادي جدا. وبالنسبه للانجاب راه ما كيأخرش، ما كاين يعني ما عندوش علاقه. الا كان تاخر في الانجاب راه لاسباب اخرى، يا اما اسباب صحيه اخرى ولا البرد ولا. اما قضيه حب من الحمل باش انا كتستعمليها وانت بنت وتقولي لي لا غتاثر عليك من بعد، هادشي راه ما كاينش نهائيا. واحد بعض المرات كتكون صدف هي عندها برد عندها مشكل اخر وكيلصقوها لا انت استعملتي الفريد ملي كنتي بنت. لا هادشي ما كاينش. كنعرف سيدات غلطت غير في واحد النهار وحملات، يعني متبعه سنين واحد النهار تقلات وحملات. بالنسبه لطريقه الاستعمال بالنسبه للمتزوجات راكم عارفين كنشرب حبه واحده في النهار، 21 حبه و 21 يوم وسيمانه استراحه. هنا ما كتبقاش الدوره الشهريه كتهمك لا جات لا ما جات حتى تكمل عاد نشرب. لا، هنا كتبقاي انت متبعه السيستم ديالك ومتبعه الصف ديالك، وهي راه الدوره الشهريه من بعد الدوره الاولى والثانيه والثالثه هي اللي غادي تنظم معاك. يعني مثلا بديتي نهار الخميس غتشربي الحبه الاولى نهار الخميس وغتبقاي 3 الخميس حتى تكملي 21 يوم، وغتبقاي غادا بالصف باش ما تلفيش. وملي كتكملي 21 حبه كتستريحي سيمانه ما تشربي حتى حاجه، وغتبداي عاوتاني نهار الخميس تبداي عاوتاني في الباكيه جديده. بالنسبه للدوره الشهريه امتى كتنزل؟ ملي كتوقفي على استعمال منع الحمل على حسب. كاين اللي كتنزل ليها داك الغد ليه مازال، كاين اللي كتنزل من بعد 24 ساعه، كاين اللي كتبقى يومين، كاين اللي كتبقى 3 ايام، كاين اللي عاوتاني كتبقى حتى ل 4 ايام عاد كتبداها الدوره الشهريه. يعني تقريبا كتبقى 3 ايام وهي فيها الدوره الشهريه وما كتشربش الفانيد، ونهار الرابع كتشربوا عادي جدا. هنا كما قلت لكم ما كتبقاش تهمك الدوره الشهريه مشات ولا جات. هنا كتبعي دواك باش تنظم لك الهرمونات ويمشي لك المشكل اللي كان عندك، وان شاء الله ترجع لك صحتك وديك الساعه قطعيها لك. اما بالنسبه للسيدات اللي اصلا كتستعملوا على حسب منع الحمل راه هي ديك الساعه هي اللي عارفه متى غتحبسها. اما بالنسبه للبنات راه يعني خاصك تتبعيه، يعني ما عندكش شي حل اخر. ما حد المشكل صغير وما كيحتاج تدخل جراحي، تبعي الدواء ماشي بالضروري خصك تعلنيها. يعني يكون الامر غير بينك وامر شخصي وبين الناس اللي كتهمهم صحتك. اما الا جيتي قلتي على الناس راه فين وليت ولا وانت مازال بنت واش بغيتي ايوا هذاك الهضره راه قلنا حتى شي واحد فينا ما محتاجش يسمعها. خلي الموضوع بينك وبين الطبيب ديالك وبين امك ولا الناس اللي قراب عليك وعارفاهم خايفين عليك. بالنسبه للمده ديال الاستعمال الطبيب هو اللي كيحددها. تقدر المهم من 3 شهور الفوق، ما تقوليش لي شهر واحد ولا شهرين، لا من 3 شهور الفوق. واضح. بالنسبه للتكيس واخا كيكون الكيس واصل حتى 6 7 سنتيم كتكون المده هي 3 شهور. كتقولك تبعيه 3 شهور عاد اجي عندي انا ما لاحظتش شي اعراض، شي نزيف، شي وجع ما كيتحمل، شي مشكل كبير، 3 شهور عاد رجعي عندي. وبالنسبه للحب الشباب راه يقدر تستعمليه حتى العام 12 شهر كامله. واللي بغيت نقول يعني غير كنصيحه للبنات اللي يلاه اول مره غادي يبداوه، يعني خرجوا ليها الطبيب ومضطره انها تستعملوا. عافاكم حاولوا تنظموا الوقت ديالكم.
حبوب منع الحمل ما كتستعملش في الصباح، ما كتستعملش بعد الماكله مباشره ولا قبل الماكله مباشره. من الاحسن تستعمليها في العشيه مور المغرب، 7 8 9 10 ماشي مشكل، الليل ولا العشيه ماشي مشكل. المهم ما يكونش بعد الماكله مباشره ولا قبل الماكله مباشره واخا. وبالنسبه لي مثلا شربتها وردات على حسب، راه انا جاب الله غير شربتيها ورديتي راه بحال ما شربتيهاش، خصك تشربي وحده اخرى. ولا بقات غير حتى لساعتين راه صافي، راه كتحسب شربتيها. وفي حاله كما قلت لكم باش تنظموا الوقت، يعني واحد الطريقه كيديروها السيدات هي انك كدير رباي، ديري الرباي مع 8 د الليل يسوني وقسمه صون الرباي، ما تجي تشربي فريدتك اي حاجه كنتي كديريها، تلقي داكشي اللي في يدك وسري شربي دواك. وفي حالات مثلا نسيتيها ولا اللي ظروف القاهره سافرتي وما ديتيهاش ما عولتيش، ولا وقت ما تفكرتيها ولا وقت ما سنحات لك الفرصه شربيها، ولكن خص تكون بين ديك الحبه اللي شربتي روطار وديك اللي جايه في الوقت من بعد على الاقل تكون ديك 6 سوايع هكاك واخا. وشنو بغيت نقول لكم مازال، شربوا معاه كميه كافيه ديال الماء. ومن الاحسن عاوتاني ما يكونش قبل النوم مباشره، كما قلت لكم ديروا ليه الوقت، واحسن وقت هو 8 9 ديال الليل يسوني الريفين وتشربي دواء. كانت هذه نهايه الفيديو ديالنا اليوم، ولقاكم فيديو قادم ان شاء الله.